نبدا نخش في الموضوع على طول. هنا الشابتر اسمه توث ديفلوبمنت، اسمه توث ديفلوبمنت. احنا عايزين نوصل الى هذه المرحله دي كده. لور ليب مثلا بتاع بني ادم، بغض النظر من لونها اخضر مش مشكله، وورا اللور ليب في حاجه اسمها فيستيبيول، فراغ ده ها اللي احنا بنلحسه بلساننا بعد ما نكون بناكل، بيتحشر فيه الرز، ده اسمه ايه؟ فيستيبيول. وده كده اللي هو الريدج، تمام. وجوه فيستيبيول تاني، وبعد كده دي اللسان، دي التانج اهي، بدليل ان ده ريدج ان دي السنان. طبعا احنا بنتكلم على هوث ديفلوبمنت، يعني السنان دي المفروض مكانها يبقى هنا، تبقى تحت جوه 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 جوه، تستخبى جوه. فاحنا بقى هنعمل ايه بقى؟ كأن احنا بنرجع الفيلم بالمشقلب. احنا مش هندرس التوث ديفلوبمنت من هنا، لا خالص. ده احنا هنجيب الصوره ايام ما كانت السنه لسه بتتصنع جوه، لا ده احنا كمان كانت الليب زمان اثناء صناعه التوث ديفلوبمنت كانت لازقه في الريدج، والتنج كمان كانت لازقه في الريدج، فكانت الصوره كلها زي اللي انا ماسكها دي كده. احنا بقى هنصور دلوقتي هذا المنظر، دي لور ليب، وده هيبقى ريدج، وده هيبقى تنج. بس احنا عايزين دلوقتي حاجتين اتنين في الشابتر ده. واحد، ان احنا نحفر هنا حفره اسمها فيستيبيول اللي كانت موجوده هنا دي، وعايزين عند الريدج ده نصنع جوه سنان زي اللي مستخبيه جوه دي. اما عن التنج انه هيتفصل عن الليب، فده موضوع تاني مش موجود في الشابتر ده. بس المهم احنا عايزين نعمل الحاجتين دول. دي ان احنا نفصل الليب عن الريدج هتاخد لها ايه؟ صفحه ولا حاجه. لكن احنا نفصل نعمل سنه جوه هذا الريدج، ده هيستغرق مننا بقيه الشابتر كله. طيب اول خطوه بتتقال اللي انا نهيت بيها كلامي، واول سطرين كده في الكتاب هتلاقي الكلام ده، ان اثناء التوث ديفلوبمنت، اقرا بقى باسلوب الكتاب، اثناء التوث ديفلوبمنت لا كان اللور جو نايذر، دور على كلمه نايذر، نايذر ابر او لور جو، لا الفك العلوي ولا السفلي اتفصلوا عن الليب، يعني مفيش فيستيبيول. فسوف نصنع الفيستيبيول. عشان نعرف نشتغل بقى كويس لازم نقول شويه مصطلحات احسن. دي اسمها لور ليب، ده اسمه ريدج، ده اسمه تانج. بس ده في جنين ما ينفعش الاسامي دي. دي هتبقى ليب، وده هيبقى ريدج، وده هتبقى تانج. لا انا قصدي بقى اعمق من كده. هذا النسيج الطلائي اللي مبطن او مغطي التانج والليب والريدج كله على بعضه اسمه في الجنين اكتوديرم. ده كله اكتوديرم. لو انا غرست النايف كده في قلب الاكتوديرم هتعدي طبقه اكتوديرم وتخش جوه على الدم. انا كده النايف جوه في الدم، الدم اللي تحت الاكتوديرم ده اسمه اكتو ميزنكايم. بمعنى ان انا لو خدت سيكشن زي السكشن اللي بتتفرجوا عليها في الهيستولوجي، ازاي بنجيب احنا السيكشن ده؟ بنجيب اللي هو الفك ده كامل، ونقوم عاملين كده بالنايف او بالسكينه او بالمكنه اللي بتقطع، ونعمل كده سيكشن كده، وحضرتك تتفرج على المنظر ده. المنظر ده بقى علشان نلونه صح نقول كل هذه الطبقه اكتوديرم علشان تبان. بوز كده، تعديل في الالوان بسيط علشان الناس تفهم. لو افترضنا ان هذا هو سطح التنج اللي احنا قطعناه دلوقتي، والليب والريدج وكله، السطح الاحمر ده هو النسيج الطلائي اللي هو الاكتوديرم. هذا الاكتوديرم كل ما تحته من دم اللي هو الاخضر ده اسمه اكتو ميزنكايم. اكتو ميزنكايم هيكون في المستقبل كونكتيف تيشو، اكتوديرم هيكون في المستقبل ابيثيليوم، جلد ودم تحتيه. اين تصنع السنه؟ لو انت متخيل الفيو ده، سيبك بقى من الاحمر والازرق والكلام ده، لو انت متخيل الفيو ده اين ستصنع السنه؟ هنا؟ لا ده دي الليب. هنا؟ لا ده دي الفيستيبيول. هنا؟ ايوه، وابعد عن هنا، ده دي التنج. هتتصنع السنه لا في الليب ولا في الفيستيبيول، لا في الريدج جوه هنا. سوف تصنع السنه هنا في الاكتوميزنكايم اللي تحت الاكتوديرم اللي هنا. عشان نصنع السنه دي تعالى نرجع تاني، نرجع الفك زي ما كان، ليب ريدج تانج. يلا نشتغل ازاي بقى؟ اول خطوه في صناعه السنه ان فجاه تلاقي جزر من الابيثيليوم متكاثفه متكدسه كبيره. كل جزيره، مثلا احنا دلوقتي في ماندبل، هتلاقي جزيره يمين وجزيره شمال. يعني اللي انا بحطه الاحمر ده مش تشو جديد جه هنا اهو، لا خالص. ده هذا الاحمر ده هو عباره عن، انا بس عشان تشوفوا فرق الالوان، هو عباره عن هذا الاكتوديرم اللي انا ماسكه. فجاه بنبص عليه كده اهو لقيناه تخن تكثف. تخن الابيثيليوم او الاكتوديرم يعني تكاثر. تكاثر يعني بروليفريشن.
انت يا ايبيثيليوم حصل لك تكاثر. على فكره في الصفحه الاولى في الكتاب هتلاقي تركيب الابيثيليوم ايه. طبعا ده مش هيبان في الموديل ده، ان هو صفين خلايا وممكن الثالث يبقى موجود وتحتيه بيزمنت ممبرين. والاكتوميزنكايم ده عباره عن شويه خلايا اسمها جايه من خليه اسمها نيورال كريست سيلز، وفي بلاد فيسلز، وفي جراوند سبستانس. الكلام ده كله مش هيبان في الموديل ده، احنا بنعمل هنا عشان تتخيل بس الموضوع. كفايه ان انا اقول لك ان ده هو الاكتوديرم اللي موجود عندك، والدم اللي تحت هو الاكتوميزنكايم. نرجع لموضوعنا معلش. هذا التكاثف من الاكتوديرم اسمه بروليفريشن، تكاثر. كترت خلاياك يا اكتوديرم. اشمعنى دول اللي كتروا؟ قال لك اصل اللي بياكل كتير بيتخن. فوجئنا ان هذه المنطقه من الاكتوديرم فعلا بتاكل كتير. من اين ياكل الاكتوديرم؟ من الدم اللي تحتيه، من الاكتوميزنكايم. اذا لما انا ابص من فوق وانا مغمض عينيا، لو بصيت من فوق كده وفتحت عينيا لقيت الحته دي غامقه تخينه كتيره، ابقى متاكد ان في تحتيها على نفس شكلها حدوه الحصان ده تكدس من الدم، دم كتير. يبقى الدم موجود تحت ده، ايوه، عشان كده بياكل ويعيش. والدم موجود تحت ده، ايوه. موجود تحت ده، ايوه، بس بكثافه. الكثافه دي اسمها اكتوميزنكايمال، يعني دم، يعني كوندنسيشن، تكدس. اكتوميزنكايمال كوندنسيشن تحت يؤدي الى اكتوديرمال بروليفريشن اللي هو ده. جميل. طب الاكتوميزنكايمال كوندنسيشن هيبقى بطول الفك والليب والتنج كله؟ لا طبعا، على نفس هذا الشكل. دي بقى معلش احنا بنبدا بالمشقلب. كل ده انا لسه في تاني باراجراف في الورق في الكتاب، اللي هي ايه بقى؟ مكتوب فيها ايه؟ ان اول حاجه بتحصل ان بيبقى فيه على شكل هورس شو اكتوميزنكايمال كوندنسيشن. وهذا الاكتوميزنكايمال كوندنسيشن هو على شكل هورس شو، بس بيبدا هنا جوه تحت، يعني هنا في الميد لاين اند سبريد ديستال، يرجع لورا كده. هذا التكدس من الدم اللي تحت ينتج عنه التكاثر اللي انت شايفه قدام عينيك الاحمر ده. يبقى اذا هذا اسمه اكتوديرمال بروليفريشن. خلاصه اللي انا قلته جملتين اتنين. اكتوميزنكايمال يعني دم، كوندنسيشن على شكل هورس شو تحت يؤدي الى تحفيز لهذا الاكتوديرم، يحصل فيه اكتوديرمال بروليفريشن، تكاثره. التكاثر ده فوجئنا بيه ان هو مش تكاثر واحد، ده جزيرتين، جزيره يمين وجزيره شمال. ولو كانت دي مجزله، لو افترضنا كده ان دي مجزله، هيبقوا بدل جزيرتين 4. نصيحه، لماذا دول 2 ولماذا دول 4 هتلاقي مكتوبه في الكتاب عندك، بس كلام مش هتفهمه. فرونتو نيزال بروسيس ومانديبلر بروسيس وماكسيلاري بروسيس، كل الكلام ده هتفهمه ان شاء الله لما تدرس شابتر الامبريولوجي اللي في الكتاب قبل شابتر التوث ديفلوبمنت. فمعلش حتى لو دي قريتها ما فهمتهاش مش مهم. المهم بيقول لك يعني ان الماندبل كان يتكون من نصفين، فكان بديهي ان التكدس او التكاثر يبقى على شكل جزيرتين. والماكسيلا كانت بتتكون من 4 اجزاء، فكان التكدس على شكل 4 جزر. الشاهد ان كل جزيره من دول اسمها، اسمع بقى الكلام الجديد اللي جاي ده، اودونتوجينيك يعني المخلقه للاسنان، ايبيثيليال لانها ايبيثيليال او اكتوديرم، ايلاند. اليست هذه جزيره من الابيثيليوم؟ واحنا اصلا في شابتر اسمه توث ديفلوبمنت، فالجزيره دي هتصنع السنان بعد كده. لكن انا مش عايز بعد كده فك يبقى نصين مفصولين، يبقى لازم بعد شويه الفك يلتحم والجزيرتين يلتحموا، يبقوا بدل ما هم ايلاند يبقوا باند. وبدل ما هي اودونتوجينيك تصنع الاسنان، سبحان الله فوجئنا ان الباند دي لن تصنع فقط الاسنان بل ستصنع ايضا هذا. مين اللي انا بعمله ده؟ ايوه، لو دي ليب وده الريدج اللي هيتعمل فيه سنان، اذا هذا فيستيبيول. فقالوا خلاص معلش احنا اسفين يا باند، ما نقولش عليكي اودونتوجينيك بس، نقول عليكي برايمري. يبقى الاودونتوجينيك ابيثيليال ايلاندز عندما التحموا كبروا وعملوا باند، هذه الباند اسمها برايمري ابيثيليال باند. يبقى العامل المشترك ابيثيليال، الاثنين ابيثيليال، بس ايلاند مفهومه عشان كانوا مفصولين، باند مفهومه عشان التحموا. اودونتوجينيك تصنع الاسنان فقط. رجعنا في كلامنا وقلنا برايمري الاوليه سوف تصنع الاسنان وكمان الفيستيبيول. بعد ما خلصنا الرغي الكتير ده لازم نسال بعضنا سؤال، هو البق فيه كام ايلاند؟ ده السؤال المهم. البق فيه كام ايلاند؟ 2. الايلاند الاولى لور، والايلاند الثانيه ابر. كل ده يا جدعان احنا لازم وانت بتذاكر وانت بتقرا وانت بتفهم تبقى مركز. هو الشابتر اسمه ايه؟ توث ديفلوبمنت. هو السنه فين هنا اهو؟ يا ترى ان شاء الله السنه هتطلع هنا تبقى بتهرج. طب عند الليب هنا؟ لا. طب السنه هتتصنع هنا. فخليك مركز دايما وانت بتذاكر. احنا هنا دخلنا بقى جوه يا دكتور، هندخلك جوه دلوقتي، بس المهم بس نركز مع بعض. عندي ايلاند التحمت مع ايلاند عملوا باند،
احنا هناخد مثال اللور اللي قدامنا ده، والابر بيحصل في نفس الكلام بالظبط. عندك كام باند في البق؟ 2، واحده ابر واحده لور. انت ايتها الباند اللور ماذا ستصنعين؟ يا رب تكونوا متخيلين الحته اللي جايه دي عشان دي مهمه قوي، لان كل الرسومات اللي في الكتاب واللي بترسمها في العملي بتندرج تحت هذا المنطلق. دي لور ليب، في المستقبل هتبقى دي. الاحمر ده في المستقبل هيبقى الفيستبيول والريدج، الحته الحمراء دي. كل اللي ورا ده في المستقبل هيبقى التنج دي. يبقى انت يا حته يا باند عايزه تعملي حاجتين. عايز مني يا عم الحاج؟ عايز منك حاجتين، فيستبيول واسنان. قالت لي كل حاجه من دول هعملها لك، بس انا مش هعملها بنفسي، انا هنزل شريحه مني. هذه الشريحه سوف تصنع اللي انت عايزه. اذا كنت عايز فيستبيول هنزل لك شريحه، يعني لامينا. لامينا يعني رقيقه، طبقه. هنزل لك لامينا اسمها فيستيبولار لامينا تعمل لك الفيستبيول. وهنزل لك لامينا تانية اسمها جنرال ماذر مين دنتال لامينا تعمل لك كل السنن اللي انت عايزها. اذا البرايمري ابيثيليال باند سوف ينزل منها فرعان الان، بس عشان نفهم الفرعان دول بيجوا ازاي لازم تفهم. معلش بقى الصنعه بتغلب على الواحد، هنعمل ايه؟ اكل بعيش. مين ده بقى لا مؤاخذه؟ ده كده هي دي. متخيلين معايا يا جماعه ان الباند دي عباره عن باند؟ بداينا لو بقطع كده بشوف يا دوبك شريطه صغيره. حلو الكلام؟ هو السؤال بقى الباند دي ازاي هتنزل لي دراعين؟ ركز بقى معايا كويس، اصل احنا من اول دلوقتي هنبدا نعمل سكاشن. وانا لو قطعت كده تانج ريدج فيستبيول ليب هتشوف المنظر ده. شايف التانج الحلوه دي؟ الرسمه دي هتلاقيها كتير جدا، بس عشان ابقى معاك مظبوط دايما بيحطوا الليب على اليمين ولا على الشمال؟ دايما بتبقى الليب على بتلاقي دايما الرسمه دي كتير قوي. تلاقي ليب وفي دقنه وفيستبيول وريدج وتانج وفي حفره. الناس دايما مش عارفين الحفره دي عباره عن ايه. ده الفراغ اللي بين التانج والريدج. والسنان هتتصنع هنا والفيستبيول هنا على نفس هذا المنوال. رجع بقى بتاع دي مكانها. يبقى لما اخد سيكشن كده وافرجك كده، اللي قلنا دايما يمين ولا شمال، خلينا في دي احسن. وافرجك كده، خدنا دي اهي قمنا قاطعين وبنتفرج كده. يبقى دي هتبقى مين؟ تانج. ودي مين؟ الحته الحمراء الصغيره دي اللي هي دلوقتي بقت خط مجرد، دي الباند. عشان ما تستغربش بقى لو الباند دي لقيتها خط، هي خط بس هي هورس شو. ودي مين؟ اللور ليب. احنا عايزين نعمل ايه بقى من الباند دي؟ عايزين نعمل فيستبيول وعايزين نعمل سنان. تقول لي بس كده من عينيا. انا هنزل لك صباع صغير هنا يعمل لك هنا فراغ اسمه فيستبيول. ازاي يتعمل مش مهم، بس المهم دلوقتي ان هذه النزله اسمها لامينا رقيقه، شريحه. دي مش صباع. هوريك شكلها 3 دي دلوقتي. وهنزل لك صباع تاني اهو، لامينا تانيه. انت هتعمل ايه؟ فيستبيول، فيستيبولار لامينا اهي. انت هتعملي ايه؟ بص انا فين؟ انا هنا. انا هعمل سنان دنتال لامينا. وطبيعي ان تبقى الفيستيبولار لامينا ليبيال تو ذا دنتال لامينا، وهي اللي في المكان اوف ذا فيوتشر فيستيبيول. الكلام ده بقى اللي هتقراه دلوقتي وانت بتقرا النظري، لكن المهم دلوقتي احنا بنتخيل بس. الفيديو ده عشان نتخيل، مش شرح تفصيل كل حاجه. المهم في ناس ممكن تبقى فاهمه من الموديل بتاعي ده ان اللامينا الفيستيبولار دي عباره عن ايه؟ فتله. لا، والا كنت قلت على البرايمري ابيثيليال باند فتله. لا، ارجع كل حاجه لاصلها. هتفاجئ بالاتي. علشان ما تتخيلش ان اللامينا دي واللامينا دي مجرد صباعين، هقول لك عباره عن ايه بقى الحكايه. احنا بكل بساطه قمنا عملنا عمليه جراحيه. شلنا دي اللي هي الباند دي، خلعناها من مكانها عشان نشوف المدلدل منها ده ايه. ففوجئنا لما خلعناها من مكانها اهو بصوا، اديني خلعتها اهو، فلقيتها شكلها كده. مش هي دي اللي كانت قدامنا دلوقتي. فوجئنا لما خلعناها اللي مدلدل منها، الاثنين مدلدلين منها، بص شكلهم ايه؟ زيها هورس شو. يعني كل واحده من دول انا بقى لما اقطع كده اهي هيبان ان دي نازل منها ايه؟ فتلتين 2. فالمنظر حضرتك اللي انت شايفه هنا ده شايفه؟ الفتله دي والفتله دي ما هم الا فتلتين، بس مش فتلتين، ده 2 هورس شو. يبقى لما اقول لك فيستيبولار لامينا وارسمها لك عصايه زي اللي بترسمها في الجيرلي بيري ستيج، الصباع الفيستيبولار لامينا
ولا حتى اللامينا الدنتال لامينا. العصايه دي مش معناها ان هي عصايه، دي معناها انه مقطع في شريحه كبيره. يبقى دي اسمها فيستيبولار لامينا ودي اسمها مين او ماذر دنتال لامينا. نرجعهم مكانهم، نقول لهم لو سمحتوا بقى انت يا لامينا اللي غارزه جوه دي تركيبك ايه بقى؟ اكتوديرم ولا دم؟ اكتوديرم. بس غارزه فين بقى؟ غارزه في الدم اللي تحت ده اللي هو الاكتوميزنكايم. تعال نمسك الفيستيبولار لامينا بسرعه عشان هي مش هي موضوعنا الاساسي. كيف نصنع فيستيبيول كهذا؟ بلامينا كهذه. ازاي؟ ده انا كان نفسي عشان تفصل الليب عن الريدج تقوم جايب سكينه وخلاص وتقطع وتفصل. لا، الحكمه الالهيه تقتضي ان لازم الفيستيبيول ده يبقى لايند باي اكتوديرم. فربنا الاب واللي ينزل حته اكتوديرم كده اهو، وكل اللي هيحصل دلوقتي ان الخلايا اللي في النص دي تموت. واول ما الخلايا اللي في النص دي تموت هيحصل كليفت، والكليفت دي تقوم تفصل مين عن مين؟ تفصل الليب عن الريدج. بس السؤال بقى ايه اللي بيخلي الخلايا اللي في نص الفيستيبولار لامينا تموت؟ دي محتاجه بقى موديل اكبر شويه. دي ليب زي دي لور ليب زي دي، وده الريدج زي ده، ودي فيستيبولار لامينا. نفسنا اللامينا دي تفصل بقيه الريدج الحته دي عن الليب دي. عايزين نعمل هنا شق. اتفقنا ان الشق ده هيتعمل ازاي؟ هيتعمل ان هذه اللامينا تتقسم فنفصل دي عن دي. طب ازاي اللامينا تتقسم؟ ان لازم الخلايا اللي في النص تموت. طب ازاي الخلايا اللي في النص تموت؟ ان الاكل اللي جاي لها من هنا، الاكل اللي جاي لها من الدم ده ما يخشش للنص، يخش لدي ماشي ولدي ماشي ولدي ماشي عشان يفضلوا عايشين ويبطنوا الفيستيبيول، لكن اللي في النص دي ممنوع يخش لها اكل. طب ازاي بقى نمنع؟ سبحان الله، فكره غايه في البساطه والعبقريه. تلاقي اللامينا دي بص مع الوقت يحصل لها ايه؟ انا ببططها بس انا مش قصدي انها بتتبطط، انا قصدي انها بيحصل لها ايه؟ تتخن. فكل ما تتخن يعني يحصل لها بروليفريشن، كل ما الغذاء يوصل لحد هنا ويقف ولحد هنا ويقف، وتيجي الخلايا اللي في النص الغلبانه دي تلاقي النتيجه ايه؟ انها تموت وتعمل لي فيستيبيول لايند باي ابيثيليوم. بقت دي ليب وبقت ده فيستيبيول، وهنا بقى ريدج حتى بالاماره نازل منه لامينا ثانيه اهي سوف تصنع هنا اسنان. يعني اللامينا دي هي الدنتال لامينا، ودي سبحان الله كانت اسمها فيستيبولار لامينا، واسم على مسمى لانها هي التي ضحت بنفسها وقسمت نفسها نصين عشان تعمل لي في النص فيستيبيول. ده كانت في الفيستيبولار لامينا. نرجع بقى لاختنا الام اللي هي المذر دنتال لامينا. دلوقتي دي التنج، دلوقتي دي التنج وده الريدج، والحمد لله دي الليب اتفصلت عن الريدج بفيستيبيول. اذا هذا هو الفيستيبيول، وهذه هي اللور ليب، وهذا هو الريدج. واريد ان اصنع داخل هذا الريدج السنان. راحت فين السنان؟ السنان اللي كانت جوه دي اهي. عايز اصنع داخل هذا الريدج السنان اللي جوه دي، عايز اعملهم هنا. اعملهم ازاي بقى؟ مش في واحده هنا اخت اسمها دنتال لامينا؟ ايوه، بس احنا اتفقنا ان هي مش عصايه، دي كبيره. الدنتال لامينا دي هتصنع لي جميع الاسنان. هسالك سؤال، لو انا رجعت دي مكانها، ده فك بتاع جنين، كم سنه ستصنع في هذا الفك؟ 26. الرقم ده اول مره اسمعه في كليه طب اسنان. انا اسمع 32، اسمع لا. اول حاجه احنا فك سفلي فقط، يعني مش البق كله. بيطلع في الفك السفلي 16 سنه دائمه، 16 سنه بيرمنت عشان يبقوا المجموع 32 هو والاخر، و10 سنين لبنيه 10 بيسيليوس. اذا كل فك سوف يصنع 26 سنه، 16 دائمه و10 لبنيه. مطلوب منك يا اخت انت يا اللي اسمك دنتال لامينا ماذر، انت يا ام انت يا اللي جايبه كل العيال، انت مطلوب منك انك تنزلي لي 26 صباع. كل صباع عامل زي فرع الشجره، في الاخر هيطرح لي كده ايه؟ تفاحيه صغيره اسمها سنه. يبقى اذا المين دنتال لامينا دي عامله زي جذع الشجره اللي هيطلع منه صوابع، كل صباع هيطلع كده اهو، كل صباع هيعمل لي سنه. يبقى انت محتاج كام جذع شجره؟ واحد، بس هيطلع منه كام فرع؟ 26 فرع لور و26 ابر، يبقى المجموع 52. جبت رقم 52 ده منين؟ 32 بيرمنت و20 ديسيديوس. يبقى لازم نفكر
هنجيب ال 26 ازاي؟ واحده واحده. تعالى كده يا مين دنتال لامينا اللي هي مين هنا؟ اللي هي دي. عشان نسهل عليكم الموديل شويه هنلغي الفيستيبولار لامينا، وعايزكم تتخيلوا معايا عشان ده هينفعكم ان شاء الله في العملي وفي النظري وفي الشفوي. اللي مركز معايا ممكن يجاوب على الأسئلة اللي أنا هسألها دلوقتي دي يا رب. شوف اللي أنا ببططها دي اسمها إيه؟ إحنا شلنا الفيستيبولار لامينا، والبتاع اللي فوق دي اسمها إيه؟ البتاع اللي فوق دي اسمها أورال إبيثيليوم أو برايمري إبيثيليال باد اللي اتبقى منها بعد ما شلنا الفيستيبيول. والمتبططة اللي نازلة دي هي مين بقى؟ هي المذر دنتال لامينا بتاعت اللور. دي قاعده هنا، ده هتبقى اللثه بتاعتي، والسنين ستصنع تحت هنا عن طريق ان يطلع فروع كتير من المذر دنتال لامينا. سبحان الله فعلا. عايز 26 صباع؟ اتفضل يا عم. ادي اول 10 دفعه واحده. ادي صباع صغير، وادي صباع كمان، وادي صباع كمان. نعمل بقى زي العيال بتوع الطبيخ دول. الخلاصة في الآخر هتلاقي في 5 هنا، دي هتعمل لور سنتر لاترال كناين دي اي. خلي بالك ده عيل صغير، ده جنين، يبقى كل اللي انا بعملهم دول ديسيديوس. فإذا كانت هذه هي المين دنتال لامينا، واقرا تعريفها بقى عشان ما نوجعش دماغنا. هي عبارة عن بروليفريشن نازل في مكان اللي هيبقى فيه ديسيديوس تيث بعد كده. فهذه الصوابع اسمها لاترال دنتال لامينا. هيبقى مكانها فين؟ جوه في الاكتوميزنكايم. بروليفريشن لجوه، اوكي. بروليفريشن بقى طبعا لان انت عارف ان في تكدس فخلى ده يكبر ما علينا. المهم دي اسمها لاترال دنتال لامينا. كام لاترال دنتال لامينا فيكي؟ 5 يمين و5 شمال في اللور، يعني المجموع كام؟ 10. كل واحده من اللاترال دنتال لامينا هتعمل ديسيديوس توث جيرم، جرثومه سنيه، سنه صغنططه كده، وتعمل سنه في الاخر. المفروض ان احنا نسيب العيل ده بقى لحد ما يتولد على بال ما اللاترال دنتال لامينا هيشتغل، لكن احنا هنخلص الموضوع بالمره دلوقتي. في يوم من الايام انتوا ناس طبعا مذاكرين، واحده من اللاترال دنتال لامينا دي ممكن نعلمكم عليها. في يوم من الايام هتلاقي الدنتال لامينا اللاترال دي زي ما هنشرح بعد شويه ان شاء الله، ما شاء الله تقدمت جدا ودخلت في مرحله عامله بالظبط زي الطاقيه. اهي شايف الطاقيه الصغننه دي؟ الكلام ده هنشرحه معلش، الكلام ده هنشرحه بعد كده بالتفصيل على كبير. بس المهم ان اللامينا وصلت للكاب ستيج. انت بتعملي ايه يا سنه انت؟ انا هعمل لك لور ايه؟ لور ديسيديوس يعني. طب واللور 1 هتتعمل امتى؟ تقول لي انا مالي بقى. اقول لها لا، انا مش هستناكي لما تخلصي وتطلعي وابدا اشتغل، انا هبدا من دلوقتي. هقوم عامل ايه بقى؟ بصوا، هقوم جايب لامينايه صغيره باللون تاني بس عشان تبان اهي، واطلعها من الام برضه، الام اهي بس لجوه يعني ايه؟ لينجوال. شايفين بتاع الخضره دي؟ دي عباره عن لامينا جديده، هتعمل سنه جديده طالعه لينجوال لللامينا الاساسيه اللي هي اللاترال، بس طالعين من الام برضه. اسمها ايه اللامينا دي؟ انت هتعملي ايه؟ انا هعمل لك اللور 1. انت بتعملي لور ايه؟ خليكي في حالك. لينجوال ليها لور 1. ال1 ده اسمه في العلم سكسيسور، تابع. عشان كده سمينا دي سكسيشنال دنتال لامينا. عندي بقى كام سكسيشنال دنتال لامينا؟ ما تفكرش. عندك كام سنه لبنيه؟ 10 تحت و10 فوق، مجموع 20. 10 تحت. اذا السكسيسور هيبقى على نفس عددهم، لان السكسيسور تعريفهم كده، هم اللي هيطلعوا بعد دول. فلو دول 10 يبقى اللي هيطلع بعديهم 10 برضه. طب تعالى نعد تاني. يبقى انت كده عملت 10 لاترال عشان تعمل 10 ديسيدوس، وعملت 10 صوابع من دول سكسيشنال عشان تعمل 10 سكسيسورز. يبقى انت صنعت في بق هذا الطفل من A ل E، ادي 10، وصنعت من 1 ل 5، ادي 10 كمان. يبقى المجموع كام؟ 20. يبقى فاضل ايه اللي ما اتصنعش في بق الواد ده؟ 6 و7 و8 يمين وشمال، 3 يمين و3 شمال، يبقى 6. اخر مره عد معايا 10 ديسيديوس و10 سكسيسور يبقوا 20، و3 و3 6 و7 و8 يبقوا 26 سنه. انا علمتك دلوقتي ال10 ديسيديوس بيطلعوا ازاي وال10 سكسيشن. فاضل حاجه واحده بس. ليه يا الثلاثه اليمين والثلاثه الشمال ما طلعوش بالمره؟ لان الواد كان بقه صغير. حلو. فنعمل ايه؟ كان لابد
حتى تستطيع ان تنزل الصوابع بتاعت ال6 وال7 وال8 لازم ان الدنتال لامينا دي الام، وطبعا من باب اولى البرايمري ابيثيليال مان لازم يحصل لهم امتداد للخلف ولا للامام؟ للخلف. الامتداد للخلف ده من اسمه بالهيستولوجي ديستال اكستنشن. مين اللي عمال يرجع لورا ده؟ الدنتال لامينا الام المذر. ايه اللي سمح لها ترجع ومن ليه ما رجعتيش من الاول؟ اصل الفك كان صغير. كبر الفك ترجع دي ديستال اكستنشن. اول ما اللور 6 يلاقي له مكان هوبا على طول يقوم منزل صباع لل6. اول ما ال7 يلاقي مكان هوب يقوم منزل صباع لل7. اول ما ال8 يلاقي مكان، ودي هتلاقي مكتوب عندك دي بالذات بالتواريخ، 4 مانث انترايتراين ينزل ده، سنه بعد الولاده ينزل ده، 4 سنين طبعا اكيد بعد الولاده ينزل بتاع ال8. القصه دي كلها اللي هو الامتداد للخلف بنزول الحاجات الاخوه اللي هو ال6 وال7 وال8 اسمها ديستال اكستنشن اوف دنتال لامينا. بكده يا ولاد يا حلوين احنا خلصنا يعني ايه دنتال لامينا. هختم بقى الدنتال لامينا المرحله دي لان دي اكتر مرحله محتاجه تخيل بحاجه، وانا اتمنى ان انت على قد ما هتفرح لو فهمت الحاجه اللي جايه دي على قد ما تزعل انك بقالك شهرين عمال ترسم في السكشن حاجات عامل زي بوجي وطمطم، بترسم حاجه وانت مش فاهمها وما عندكش عذر. نفس هذا المكتب قاعد عليه نفس هذا الدكتور والدكاتره كلهم موجودين، تعالى قول لي انا مش فاهم انا برسم ايه. ليه يا دكتور؟ خلي بالكم معايا، ليه يا دكتور مصرين ان انتوا تخلونا نرسم كده في السكشن اورال ابيثيليوم دنتال لامينا؟ قال ايه؟ ولازم تاخد لك زاويه. ايه يعني يا دكتور؟ ودي تقول لي عليها مين ودي تقول لي عليها لاترال، ايه الفرق يعني؟ ليه بتقول لي يا دكتور اعمل كده وبعدين هو فين؟ احنا فين؟ مين ده؟ فين السن؟ فين البق؟ فين المناخير؟ لو كنت بترسم الكلام ده ومش فاهمه تبقى غلطتك مش غلطه حد تاني، لان ده اللي بيتقال وده اللي بيتشرح. لكن المهم انا عايزك بقى تركز معايا في اللي جايه دي عشان في سحر هيحصل دلوقتي. اللي انا بعمله دلوقتي ده بس على كبير شويه هي برايمري ابيثيليال باند اللي هي دي. طيب وبعدين نزل منها مين دي؟ ركز معايا يا ابو الكباتن. نزل منها مين دي؟ مين دنتال لامينا. طلع من المين دنتال لامينا مين دي بقى؟ ركز بقى ركز. هل حد مستغرب ان انا بعمل اللاترال دنتال لامينا معوجه لبره كده؟ ما حدش كلمني ولا حد قال لي انت بتعوجها ليه؟ باين ان هي لاترال طالعه لاترال كده. يعني حد مش فاهم يا جماعه ان دي لاترال دنتال لامينا وهتعمل بقى باد وكاب وتعمل سنه؟ لا ان شاء الله الناس فاهمه. ودي مين اللي هي الام، ودي باند اللي هي تعتبر الاورال ابيثيليوم. بكل بساطه احنا العينات اللي بنخليك ترسمها ما هي الا مقطع كده. بص ركز معايا كده كده كده. شايف المنظر الجميل ده؟ شفته قبل كده؟ مين الخط ده اللي انت بترسمه؟ هو الاورال ابيثيليوم اللي هو البرايمري ابيثيليال باند. مين الحته الاولانيه؟ مين الثانيه اللي داخله على جنب دي؟ لاترال. مين اللي بعد شويه هتتنفخ وتبقى باد وبعد كده كاب وبعد كده هيبقى اللي انت بترسمه ده ما هو الا مقطع واخد البق كده بالطول عشان تبان الحاجات.